هل هناك لاعبون في الزمالك مهددون بالغياب عن مباراة الأهلي؟ نعم، حسام عبد المجيد حصل على إنذار ثاني وأصبح مهدد بالغياب عن الزمالك في مباراة الأهلي إذا حصل على إنذار جديد أمام الجونة. هل هناك أزمة بين المدير الرياضي ورئيس النادي؟ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يهدد حسين لبيب رئيس النادي بالاستقالة في ظل عدم التزامه بالوعود التي منحها له بتوفير مستحقات اللاعبين. ما هي آخر أخبار حمزة علاء؟ حمزة علاء أصبح حارساً في الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف بعد فشل تجربة احترافه في البرتغال، وهناك اتجاه لإعارة اللاعب في يناير القادم لأحد فرق الدوري. هل يمكن للأهلي قيد حمزة علاء؟ اتحاد الكرة يؤكد أن الأهلي من حقه قيد حمزة علاء في قائمته بشكل طبيعي طالما انضم للفريق كلاعب حر. ما هو رأي مهيب عبد الهادي في أزمة الأهلي؟ مهيب عبد الهادي يؤكد أن هناك أيادي خفية تعمل ضد الأهلي مؤخرا وتتسبب في فشل المفاوضات مع أي مدرب يفوضه النادي. هل سيبقى ميسي في إنتر ميامي؟ تؤكد الصحافة الأمريكية توصل إنتر ميامي لاتفاق مع ميسي على البقاء لما بعد 2026. هل سيقوم مورينيو بتدريب بنفيكا؟ جوزيه مورينيو يوافق على خوض تحدي جديد في البرتغال عبر بوابة بنفيكا الذي أقال مدربه. ما هو رأي شريف حازم في أزمة الأهلي؟ أكد شريف حازم أن الأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب، وأن ما حدث مؤخرا من تأثر الفريق برحيل أبو علي سببه هو عدم تعويض رحيله، وفيما يخص عقود اللاعبين يرى أن من لا يعجبه عقده يرحل. ما هو رأي معتز إينو في أزمة الأهلي؟ معتز إينو يؤكد ثقته الكاملة في عودة الأهلي للمنافسة بقوة على الدوري، لكنه في نفس الوقت يؤكد أن بعض اللاعبين عليهم علامات استفهام واضحة مثل محمد شريف وزيزو وبن شرقي وتريزيجيه. ما هي المشاكل التي تواجه بيع منتجات الأهلي؟ أمير توفيق مدير التعاقدات السابق يؤكد أن الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي لديه عقد رعاية للملابس بالشكل العالمي، لكن هناك مشكلة في بيع الملابس الرياضية بسبب كثرة المنتجات المضروبة في السوق، ويشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على القميص فقط بل تشمل كل ما يخص النادي.